شو عم تاكلوا؟ يا بدنا خايمة. هيدي المجدرة صارت جاهزة. لك مالك؟ صارت الساعة 11 وبعد ما فيقتها وما فاقت. هيدي إذا ما فيقتها ما بتفيق يا ملك. ولك يا ملك، يا ملك قومي يا ملك، صارت الساعة 11. يا ماما اليوم ما بتفيق، اليوم عطلة. يعني حتى لو يوم عطلة بتضلك نايمة للظهر ومسكرة كمان البرادة؟ مش طبيعية صايرة. ما تفتح علي طفي البرادة. يلا قومي، ولك صارت الظهر، شو بتضلي لبالليل؟ ماما هلا أنا بدي نام. بدك تنامي؟ ليكي يا ملك قومي هلا، وإذا ما فقتي بدي أقول لبيك. مني. يلا قومي، بدك تقومي يا ملك، خلص ما تكوني بنت سيئة، أنت لازم تكوني شاطرة كثير خاصة مع أمك، وما تعذبيني كمان، لازم تساعديني بشغل البيت تحضير. ماما طيب اليوم عطلة، صار لي كثير عم روح على المدرسة، طيب لا تعيطي على خلينا امك اول شيء، ما بنعيط على امنا، لو سمحتي معك 5 دقايق، قومي غسلي وجهك فرشي اسنانك وتفضلي عشان تاكلي ترويقتك. طيب يا ماما يعني كل يوم هيك؟ خلص كل يوم كده. العطلة هيك؟ خلينا نرتاح. يلا يا ملك يا حبيبتي قومي لنتروق سوا انا وياكي، اوكي، وتساعديني بتحضير الغداء، ناطريتك بالمطبخ. اخ من ماما اليوم عطلة، خليني اعمل شو ما بدي. يي سايونات. شو بها بيجامتي نظيفة، صار من وين لبستها، شو بها من شعراتها حلوين، شو كل يوم بدي ارتبهم ومشيتهم. حلو عنا. شو بهم اسناني حلوين كثير ليك وكبار كمان، من 5 ايام فرشيتهم. انا بدي فرشة يعني خلصني من الفرشة. عيوني مسخين بس المي كثير مسقعة ما بدي صابون. خلينا ننظفهم بايدي. صرت منيحة يا مالك، خليني نروح. يا ماما شو عاملين الترويقة يا ست ماما؟ ولك يا ملك، ولك بعدك لابسه نفس البيجامه، قلت لك غسلي كمان انت مفرشه اسنانك. ماما فرشت لك شنضاف، شو من الترويقة هلا خربينة. والله ما مبينه عامله شيء، لا مفرشيه ولا غاسله وجهك، عملت لك شو بدك تتروقي يعني، يا بيض يا كورن فلكس وحليب. يلا شو بدك؟ شو بدك كورن فلكس؟ انا بدي نودلز. ملك انت بتعرفي النودلز شيء مش صحي ابدا، وخاصه على الصبح. لا يا ماما يلا اقعدي لجهز لك الكورن فلكس، انت بتحبيه مع الحليب. كورن فلكس ملح كيلو. وهيدي ترويقتك الحلوه يا ملك، هيدا الحليب وهول السيريالز. اوكي يا ماما خلصي اكل عشان بدك تساعديني شوي بالشغل البيت. اوكي مين الي غيرك انا يا غاليه. اوكي ملك انا راح اعمل غسيلات، خلصي اكلاتك. ايه ماما ايه رح اكل كثير شكلهم طيبين. صحتين يا حبيبتي، يلا نضرب الغسيلات. يا الله كل الشغل علي بهيدا البيت، يا ريت ملك عن جد بتغير وبتصير تساعدني شوي، لحالك كل الشغل علي. هي مشغولة بالغسيل، خلينا قوم اعمل نودل. يلا خليتي نودل. طيب جرب. ايوه نجيب مي. رح اعملها بالسر. بعد عم تشتغل برا بالخفيف. هيطلعوا كثير طيب. منا شيء. ايه ماما جاي على المطبخ، خلينا نهرب على الصالون. ايه؟ لك وين ملك؟ ما اكلت اكلاتها بعدهم مثل ما هن. ولك يا ملك يا ملك. ماما كذب. ماما كنت ما تقولوا ماما رح تعميكم. ماما كنت هلا بتجي رينا بتحنا تعمتينه مع ماما. ايه اختي اكيد بتعميكي بس ما تقولي لماما. اوكي ما انا ماما بس اقول ماما تعمينا. اوكي
اوكي انا طيبين. يلا رح اجيب لكم الشوكات. خذوا شوكات. يلا كلوا. يلا كلوا. يا ملك يا ملك، شو هيدا؟ شو عم تاكلوا؟ يا ملك عم تاكلي اندومي وعم بتطعمي اخواتك الصغار؟ مامتي بس الاندومي كثير منيح وطيب. لك شي اندومي يا ملك، هيدا كثير ضار وما بيسوى. يلا اعطوني اياهم، اعطوني اياهم انت وياها. اعطوني هيدا الاكل. انا حطيت لك حليب وكورن فليكس ومعكرونه. ليك كيف وسختوا حالكم يا ملك. هيدي القدوه، هيك بتكون البنت الشاطره والبيج سيستر مع اخواتها. كتاليا انت كمان شو بكم يا ملك؟ انت الشيء اللي بتعمليه هن بيعملوه. ما تعملوا هيك خلص لو سمحتوا. انا كثير زعلانه. اعطوني هيدا الاكل. تعالوا لهون. يا الله عن جد انا حاسه فقدت السيطره على بناتي. خلص ملك عم بيكون تاثيرها سيء على البنات. ليك شو عملوا بالقمر؟ تزعلين مني. هلا يا ملك عن جد انا حقول لبيك يا جعفر. هلا بتشوفوا عن بيكم. يا جعفر تعال شوف شو عاملين بناتك. شو في يا جنان؟ شو في يا حبيبتي؟ اول شيء ملك فاقت الساعه 11 اليوم، حطيت لها ترويقه. لك شو عملت اندومي وطعمت اخواتها البنات. تقبريني انا يا بنتي يا حلوه، تقبريني انا. مش هيك يا بابا، مش هيك يا حبيبتي. عم تعذبوها لامكم. هي احكي لك قصه. زيحه لك حتى هيك عم تعاملوا مع بابا؟ مش هيك نتعامل مع بابا. انتوا صح بنات غاليات تعملوا اللي بدكم اياه، بس ما بنعذب ماما. عن جد يا جعفر انا جايبيتك لتحلها. قمت دلعتهم بزياده، ما حدا عامل فيهم هيك غيرك. حل عني ربيهم انت. انا بربيهم، شو المشكله؟ تعالوا يا بنات احكيكم شيء لحظه شوي. هيك ماما بنحبها كثير وما بنعيط عليها يا ملك. انت قدوه لاخواتك يا ملك. صح بعدك صغيره بس انت شو ما بتعملي اخواتك بيعملوا مثلك. صح؟ انتوا عم تعملوا مثل ملك. ملك اندومي لا. شو هيدا؟ شو الريحه؟ ملك فرشيت اسنانك اليوم؟ تحت منك شوي. ملك انت ما فرشيت اسنانك اليوم، لازم تفرش اسناننا كل يوم. صح؟ عشان الصرصور. شو هيدا؟ لحتى شمميني شعراتك. يا ملك يا حبيبتي انا بحبك وبنتبه لك وانت بنت الكبيره. شمميني. انتم ماشطين شعركم وحاطين ريحه. صح؟ ليك انت مش حلو. ملك هيك البنت بتكون سيئه، وهيك البنت ما حدا بيرضى عنا. حتى عم تعودي لي اخواتك كل نهار على التي في. انا ما بقبل هيك على التي في والايبادات. قوموا تفضلوا العبوا بالالعاب. عم قلك تفضلوا العبوا بالالعاب. لا يلا روحوا العبوا بالالعاب. طيب انا حروح احكي لكم مع ماما اللي انتوا زعلتوها لماما. العبوا بالالعاب هونيك، ما تخربوا. ماشي؟ ما تخربوا. هي انا رايح عند ماما وجايه. يلا تعال خلي ماما تزعل اكثر وتجيب. لا امي انت واقعه هيك. انا لا انت واقعه. يا ملك هلا بتيجي ماما بتحط الحق علي انه انا عم دلعكم. هلا بعدني حاكي معك يا بابا عن ترتيب. قلت لكم لعبوا مش خربوا. انا ناسنا. نحن هيك بنلعب يا بابا. شو خصنا؟ يا بابا اللعب ما بيكون هيك. بابا عندكم ولا قلم تلوين، نزعتوا كل اقلام التلوين، نزعتوا كل شيء. ملك كيف بدي ادافع عنك انا هلا؟ ما في دافع عنك بقى قدام ماما. هي شو عاملين انت وياها يا جعفر؟ اجت امي انبسطتي؟ ملك كتاليا وماريا ولك شو عاملين هون؟ بعدني هلا بنطفي الاندومي. انا تعي انت يا بابا، تعي انت يا كيتي. كيتي ما عملت شيء. كيتي ما خصها. ماريا مقالب وملك. ملك القصة كلها والملك المقالب. هول هن اللي عم يخربوا البيت. ليكي يا ماما. ماريا انت عملتي هيك؟ ايه مبسوطة بحالك كمان عم تعترفي؟
ماما انا رايح الحمام. لكن قفوا اركضوا قفوا، بدي فرجيكم شيء هلا. شوفي في التربية الحديثة. لا ما حاضرب يا جعفر، ولو انا بضرب ولادي حبيباتي. نطفوا هلا ومعن انت بما انه انت حبيت انه تعمل لي انه انا ام قاسيه، تفضلوا معكم 5 دقايق يكون البيت مثل التل. جايينا ناس يا جعفر، جايينا ناس. بنظف معكم. يلا معكم شيء. اعملي لي هاي. انا بخرب. يلا ملك خلص. هيدا دور البنت السيئة اللي كل الوقت انت عم تعمليه وتعملي باخواتك، انا ما بقى اتحمله. حتى لو كنت المدلعة عندي. سمعتي؟ وانت ست ماريا. ست ماريا شو خصني انا بيك؟ ما بدكم تعملوا هيك. تعالوا ننظف. يلا جاي لعنا عالم، جاي لعنا ناس. ولك يا ماريا جاي ناس نطفوا. لا مش تيتا، جاي لعنا ناس نطفوا. تعالي ساعدينا معلش يا كيتي. بعدني سامع صوت. عم ننظف بتنظفوا؟ خليهم يلعبوا برا يا جعفر، انا بدي انظف، بدي اخلص. خليهم يلعبوا برا. جاي يلا لعنا ناس. تفضل. نزعتوا الصالون. يلا. يلا مزح. بدك قوية؟ ايه قوية. انا اوه ايه بابا يا بابا. الله يا بابا. يا ملك اسمعي كثير قوية يا حبيبتي. عم تعملي هيك اليوم. ملك هيك بيقولوا اخواتهم. ما انا ما انتبهت، هن قالوا لي. هن قالوا لك هن صغار. انت بدك قوي، ستي الكبيرة والكبيرة تنتبه لاخواتها، مش بتحطيهم بالخطر. هن بدهم شو خصنا؟ يا ملك مين الكبير؟ أنا برأيي روحي تفضلي عيدي تحت الشجرة اللي هونيك وفكري منيح بدورك كأختي كبيرة أو حتتعاقبي اليوم. ما بقى فيني دافع عنك، واللي عم تعمليه كأختي كبيرة غلط كتير كبير. تفضلي وعيدي تحت الشجرة وفكري بحالك. أنا حلاعب إخواتك. وقوي ممنوع يا ست ماريا، أنت وياها ست كترية، سمعتوني؟ قوي ممنوع، شوي. يا الله هالولاد وبيهم كله تعامله معه غلط، ما حدا عم بيساعدني، واخر شيء انا اللي بشتغل بكل البيت. صار لي ساعه بضب جوا وضبيت الاندومي، وهلا بدي ضب اوضه الالعاب. شو عملت فيهم هلا؟ طيب أنا حيعاقبني، شو عملت فيهم والله؟ خليني أعتذر منه. ملك شو بكي؟ خلاص يا بابا. يا بابا شكلك كثير عملت أغلاط اليوم. انت اليوم كثير غلطتي. بداية ما فرشيتي اسنانك، ما غسلتي وجهك، غيرتي ثيابك، ما اكلتي الاكل الصح. ليه عم بتصرفي هيك يا ملك؟ كنت صغيرة بعمل صح وبعمل غلط، ما كنت أعرف أنا إنه هي غلط. يا بابا اغلاطك كتروا وعندك اخوة صغار، مش شايفك عم يعملوا مثلك؟ معك حق يا بابا، مريا أكتر شي بتعمل مثله. لازم أنا إخواتي الصح مش الغلط. يا ملك اخواتك الصغار وانت لازم تكوني مسؤولة عنهم. اهلا يا بابا، تعوا الكم شيء. اكتبوا لاختكم يا ميمي وكيتي، ملك بدها تقلكم شيء. يا اخوات انا اوقات بعمل غلط، ما تعملوا مثلي. كلنا نسمع كلمة بابا وماما. اتمنى ملك بس في حدا كثير زعلان منك، لازم نقوم نعتذر منه. مين؟ ماما. كيف ما نعتذر منها هلا؟ بدنا نقول له سوري، مش من الحيطة. يلا قومي تفضلي عند ماما. يلا تعالي نقول لها انت كمان يا ماريا بدك تقولي سوري لماما. بلا عشان عم تعملي اغلاط كثير وهيك غلط. انت شاطرة ما عم تعملي اغلاط. يلا تعالوا. ان شاء الله يكبروا ويفهموا انه مش هيك بيعاملوا امهم. والله النبي وصى بالام. يا
يا ماما اجوا هلا تفضلوا. يا ماما يا ماما بدنا نقول لك شيء. ملك بدها تحكيكي يا ماما. شو يا ماما جايين تخربولي بعد من بعد ما نظفت؟ خير شيلها من ايدك. والله ما عرفتك يا ملك. تعي يا ماما ما نحكيكي يا ماما. شو بدكم تحكوا البنات لي؟ بدهم يحكوكي. والله فرحت. قربي شو بدكم؟ تفضل عادي ايه ما نحكيها يلا لماما. عمل اكل على النار. يا ماما تعي شو يا ماما شو بدك تقولي لي؟ ماما انك بعتذر منك كثير، يمكن مش شاطر. ما فرشت اسناني، ما غسلت وجهي، ما ظبطت شعراتي، اكلت شيء مضر، ما سمعت كلمتك وخربت البيت يا ماما. سامحيني يا ماما. تقبريني يا ملك. انت لا انت بنت منيحه، كل الاولاد بغلطوا اوقات وبيعملوا قصص غلط، بس اهم شيء انك تتعلمي من غلطك. سمعتي يا ماريا؟ ما بنتعلم من ملك. انا سمعت ما بنعمل شيء غلط. لا قوم نظف. روحي نطفي. يا حبيبتي يا جعفر شو عملت فيها؟ والله مش قليل قلبتهم لهالبنات. شايفي لتعرف انه التربية بالحكي يا جنان. هلا اكيد نحكي مع التربية الذكية. ليكم اللوكا روحوا ساعدوها بشغل يا البيت. ساعدوا شغل البيت. ما حدا يعذب امه. ايه قلبي حبيبي، بدي اقول شيء، ولا حدا يعذب امه ولا بيه، حتى وسته، وخاصة سته وجده. يا حبيبي الرسول شو قال؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابعك. يا ملك كمان مثل ما انت قلتي قال عن الرسول الله سبحانه وتعالى شو قال بالقرآن؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هيدي الآية معناتها يا ملك انه حتى كلمة اف ما فيك تقولي لأهلك. انت مش بتقولي لنا اف لانه بعدك صغيرة، تتعلمي ما تقولي اف. يا حلوين ملك عملتكم اليوم فيديو السيئة. وقت ما بقول ما بدي انام يابا. اذا وصلتوا الفيديو ل 10,000 لايك صور فيديو كيف نكون منيحة.